بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين والحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية وهي تنعم بالخير والسلام. إن ما تقدمونه من جهود مباركة وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم والحفاظ على أمنهم هو محل فخرنا واعتزازنا، وسنواصل بحول الله بذل الجهود وتسخير الإمكانيات لتسيير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية. إن التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التي تقومون بها حفاظا على أمن بلادكم ومقدساتها هو نهج سار عليها أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانى عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظها وحفظ مقدراتها. نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه نعمة الخير والأمان والأمن، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.